رغم أن استيراد النفايات في المغرب شكل محور جدل سابقا، إلا أنه بات أحد أشكال التجارة التي ازداد معها عدد التراخيص بحسب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، التي أعلن تسجيلها بداية الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد التراخيص الجديدة لجمع ونقل ومعالجة النفايات الخطيرة في المغرب، إذ وصل إجمالي عدد الشركات المرخص لها بالعمل في المجال 103 شركات. وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن البلاد استوردت نحو 548 ألف طن من نفايات مناطق صناعية، بينما أعادت تصدير 3700 طن إلى الخارج لمعالجتها، وذلك بفارق لافت بين حجم المستورد والمعاد تصديره بنسبة 0.68%. وذكرت الوزارة في منشور على حساباتها الرسمية في منصتي إكس